المعلومات اللي عندي ومؤكده بنسبه كبيره جدا جدا، رغم ان في بعض المسؤولين في مجلس الاداره وبعض الاعلاميين بيحاولوا ينفوا الكلام ده، الا ان محمد الشناوي مصمم وبيضغط بشكل قوي على مجلس الاداره بتاعه النادي الاهلي ان هم يوافقوا له بالانتقال والانضمام لصفوف نادي النصر السعودي، خصوصا ان الشناوي تم وعده من جانب كابتن محمود الخطيب ومجلس اداره الاهلي السنه اللي فاتت واللي قبلها بالرحيل، ولكن هو ما مشيش لان السنه اللي فاتت بالنسبه للنادي الاهلي كان موسم مش افضل حاجه. الاهلي بيخسر دوري، بيخسر دوري ابطال، ما بيحققش ميداليه في كاس العالم للانديه، فوجود الشناوي في حد ذاته كان مهم جدا السنه دي. الشناوي قائد للفرقه، الشناوي لعيب دولي، الشناوي اللعيبه بتحترمه، الشناوي بيحتوي الازمات داخل غرفه خلع الملابس، ودوره كان بارز ودوره كان واضح جدا جدا بالنسبه للموسم الحالي، وراجل نجح بشكل كبير، حقق دوري ابطال افريقيا وحقق الدوري وجاب لك سوبر وعنده كاس عالم انديه. فهو شايف من وجهه نظره ان انا النهارده كشناوي عندي 35 سنه، ايه المشكله ان انا اطلع حتى لو